السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كلاسيك كار، يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مقارنة دلوقتي بين عربية دايو لانوس وعربية دايو نوبيرا. هنقدم وجه مقارنة ما بين اللانوس والنوبيرا. اللانوس من موديل 96 ل 99 دي لانوس 1، ومن 2000 ل 2008 لانوس 2. يختلف في الاكسدامين الامامي والخلفي. اما بالنسبه لدايو نوبيرا موديل 97 ل 99 بيبقى الشكل القديم ده معروف. بالنسبه لنوبيرا 2 من 2000 ل 2008 الشكل المعروف معانا في الصوره. نبدا بلانوس. في منها الهاتشباك والسيدان. الهاتشباك اللي هو دايو جولييت، والسيدان اللي هو اللانوس. محرك السيارة اللانوس 1500 سي سي، 86 حصان، 5800 لفة، 4 سلندر، موتور 1 كاما. نشوف بقى محرك دايو نوبيرا. موتور 1600 سي سي، 110 حصان، 2 كاما، طبعا بيدي عزم أقوى. يبقى بالنسبة للعزم الدايو نوبيرا تكسب. هندخل بعد كده على الفتيس مانوال واوتوماتيك. الدايو لانوس مانوال 5 سرعات والماتيك 4 سرعات. اما بالنسبه لدايو نوبيرا مانوال اوماتيك، في منه فتيس كهرباء، فهو يحتاج الى صيانه دائمه. هنتكلم بعد كده على قالب السياره. نبدا باللانوس. طول السياره 423 سم، وعرض 167 سم، وارتفاع السياره 143 سم. قاعده عجلات سياره دايو لانوس 252 سم. هنيجي بعد كده نقارن بالدايو نوبيرا. طول السيارة 426 سم، عرض السيارة 167، الارتفاع 143 سم، قاعدة عجلات 258 سم. طبعا بالنسبة لدايو نوبيرا فهي تكسب لأن قاعدة عجلات أكبر، فيدي راحة للراكب للخلفي أكتر. أما بالنسبة لخزان وقود دايو لانوس 48 لتر، النوبيرا بيبقى 65 لتر. وزن السيارة الدايو 1010 كيلو، الجنط بتاعها 13، الجنط بتاع النوبيرا بيبقى 14. أما آلات الجر بالنسبة للانوس والنوبيرا أمامي. هنتكلم عن خامات السيارة. بالنسبة لدايو لانوس خاماتها رديئة شوية، فكتابلو ككراسي مش مخدومة كويس. بالنسبة للدايو لانوس خامتها ممتازة، لأن غالبية الدايو نوبيرا بيبقى أوروبي، فالنوبيرا تكسب من ناحية جودة الخامات الداخلية. هنتكلم عن صيانة دايو لانوس. صيانتها سهلة وكويسة جدا مقارنة بالنوبيرا. هنتكلم عن إعادة بيع السيارة. اللانوس تكسب بياعة جدا مقارنة بالعربية الدايو نوبيرا. اللانوس عربية شبابي ومرغوبة جدا في السوق، أما الدايو نوبيرا عائلية، فيفضل لو عائلات مثلا عدد كتير الدايو نوبيرا تكسب بالنسبة لو سيارة عائلية. هنتكلم عن ثبات السيارة. دايو نوبيرا تكسب لأن عفشتها ممتازة جدا وقاعدة العجلات كبيرة، مقارنة بالدايو لانوس الثبات بتاعها سيء جدا. لما بتمشي من فوق 100 أو 120 في السرعة فالعربية بتبقى مش مظبوطة، بتبقى فيه أي حاجة غلط. فمقارنة بذلك الدايو نوبيرا تكسب في الثبات. هنتكلم على استهلاك الوقود. بالنسبة للدايو لانوس فهي موفرة جدا في الوقود مقارنة بالدايو نوبيرا 1602 كاما، فبالتالي بتحرق كتير مقارنة باللانوس. هنتكلم عن مميزات وعيوب السيارتين اللانوس ونوبيرا. نبدأ باللانوس. سيارة شبابية، إعادة البيع سريعة، سهلة الصيانة، وموفرة في الوقود. عيوب دايو لانوس حجم العربية شبابي، فبالتالي ما بتشيلش عيلة. الخامات الداخلية للسيارة سيئة جدا. نيجي دلوقتي نقارن مميزات وعيوب دايو نوبيرا. نبدأ أول حاجة المميزات. السيارة متسعة جدا، عائلية،
ثبات ممتاز جدا على الطريق مع السرعات العالية. الخامات الداخلية للسيارة ممتازة جدا. هنيجي بقى كده نشوف عيوب دايو نوبيرا. أول حاجة بتاكل بنزين طبعا، لا عشان المكنة كبيرة 1602 كاما. بالنسبة للعفشة في مشكلة كبيرة في المقصات، بتاكل جلب، فبالتالي من مشاكل الدايو نوبيرا. إعادة بيع السيارة مش زي الدايو لانوس، طبعا اللانوس تكسب في إعادة البيع. والكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. لكم مني كل التحية. لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وتسيب لنا أحلى إعجاب وأحلى كومنت وتصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.